أقوى الكليات في سوق العمل 2026. في طلاب بتجيب 95% وبتختار كلية غلط ودلوقتي بيدوروا على شغل، وفي طالب تاني بيجيب مجموع أقل لكن اختيار الكلية الصح بالنسبة له بيبقى مفيد لأنه بيبدأ يشتغل أول ما بيتخرج. الفرق مش دايما في المجموع، الفرق في إنك تختار الكلية اللي تناسب سوق العمل وتناسب شخصيتك وتعرف تطور نفسك فيها. في الفيديو ده هنتكلم عن أقوى الكليات الموجودة حاليا في سوق العمل وفي الفرص في 2026. ايه مميزات كل كلية وايه اللي لازم تعرفه قبل ما تكتب الرغبات. يا ريت تكملوا الفيديو للآخر لأن آخر كلية هقولها هي من أسرع المجالات نمو في العالم. أول حاجة كلية الطب البشري. الطب يفضل واحد من أكتر التخصصات استقرارا واحتراما. صحيح الدراسة طويلة ومحتاجة صبر ومجهود، لكن في المقابل هتلاقي فرص عمل مستمرة سواء داخل مصر أو خارجها. ومع زيادة التخصصات الطبية بقى عندنا مجالات كتير جدا نقدر نتميز فيها، سواء جراحة أو بطنة أشعة أو غيرها. لكن لازم تعرف ان الطب مش اختيار مناسب لأي حد. لو انت مش بتحب الدراسة المستمرة او التعامل مع المرضى يبقى لازم تفكر كويس. تاني كلية هي طب الأسنان. سنين طويلة كان طب الأسنان من أكتر الكليات طلبا، ودلوقتي المنافسة زادت لكن مازال المجال فيه فرص قوية جدا. الفرق دلوقتي ان النجاح مش هيعتمد على الشهادة فقط، هيعتمد على مهاراتك والتدريب والتخصص واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ولو قدرت تبني اسم كويس لنفسك فرص النجاح كبيرة جدا بالنسبة لك. تالت كلية هي كلية الصيدلة. ناس كتير بتقول الصيدلة انتهت، لكن الحقيقة ان الشغل هو اللي اتغير. دلوقتي في مجالات كتير زي شركات الأدوية، التصنيع الدوائي، الجودة والأبحاث، التسويق الدوائي، التجارب الإكلينيكية. يعني الفرص موجودة لكن لازم أنت تطور من نفسك. رابع كلية كلية الهندسة. الهندسة من الكليات اللي عمرها ما خرجت من المنافسة، لكن مش كل الأقسام فرصها واحد. في تخصصات عليها طلب كبير جدا زي هندسة البرمجيات، الهندسة الطبية، الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الهندسة الصناعية. ولو جمعت بين الهندسة والإنجليزي والبرامج الحديثة فرصك هتكون أكبر بكتير. خامس كلية هي علوم الحاسب. لو في كلية الطلب عليها بيزيد كل سنة فهي علوم الحاسب. كل الشركات تقريبا محتاجة مبرمجين ومطوري مواقع ومطوري تطبيقات ومتخصصين في الأمن السيبراني وتحليل البيانات. الميزة في الكلية دي انك ممكن تبدأ تشتغل حتى قبل التخرج لو مستواك كويس، لكن لازم تعتمد على التعليم الذاتي بجانب الدراسة. سادس كلية الذكاء الاصطناعي. من أكتر المجالات اللي العالم كله بيتكلم عنها. الذكاء الاصطناعي دخل في الطب والهندسة والبنوك والتعليم والإعلام وحتى الزراعة. لكن مهم تعرف ان الكلية دي محتاجة اساس قوي في الرياضيات والبرمجة وحب التعلم المستمر. سابع كلية هي كلية إدارة الأعمال، البيزنس. ناس كتير بتفتكر انها كلية سهلة، لكن الحقيقة ان خريج إدارة الأعمال يقدر يشتغل في الشركات والبنوك والتسويق والموارد البشرية وإدارة المشروعات. ولو مع الدراسة أخدت كورسات في الإدارة والقيادة واللغة هتزود فرصك بشكل كبير. تامن كلية الاقتصاد والتمويل. العالم كله قائم على الاقتصاد، وده خلى التخصصات المالية مطلوبة جدا. ممكن تشتغل في البنوك وشركات الاستثمار، التحليل المالي، البورصة، الاستشارات المالية. ولو أخدت شهادات مهنية بجانب الكلية فرصك هتكون أقوى وأفضل. تاسع كلية التمريض. يمكن كتير بيختلف عليها لأن هي شغلها صعب ومجتمعاتنا مش بيفهمها قوي. التمريض بقي من اكتر المهن المطلوبة سواء في المستشفيات او المراكز الطبية او حتى خارج مصر، وده بسبب النقص الكبير في الكوادر الطبية في دول كتير. لكن لازم تكون شخصيتك مناسبة للمهنة لانها محتاجة تحمل مسؤولية، وبصراحة هتواجه العالم بيها لان في ناس كتير بتقلل منها ومش بتحترم المهنة دي. عاشر كلية معانا والأخيرة واللي قلتلكوا هتبقى مهمة قوي الفترة الجاية، الإعلام الرقمي. وده من المجالات اللي ناس كتير لسه مش واخدة بالها منها. دلوقتي الشركات بتدور على ناس تعرف تعمل صناعة محتوى، تسويق إلكتروني، إدارة صفحات، مونتاج، تصوير، إعلانات. يعني من الآخر كده لو بتحب السوشيال ميديا والإبداع المجال ده قدامك فيه فرص كبيرة. أخيرا وليس آخرا،
خليني أقولك حاجة مهمة جدا، مفيش كلية هتضمن لك وظيفة، وفي نفس الوقت مفيش كلية اسمها ملوش مستقبل. اللي بيصنع مستقبلك فعلا مهاراتك، مستواك في اللغة، التدريب العملي، معاك كام لغة أصلا، الكورسات، العلاقات المهنية، واستمرارك في التعلم. ممكن طالب في حاسبات يتخرج وما يلاقيش شغل، وممكن طالب في كلية تجارة يبقى مدير في شركة عالمية. الفرق مش اسم الكلية، الفرق في الشخص اللي بيدرس فيها. قبل ما تكتب رغباتك في التنسيق اسأل نفسك سؤال واحد: أنا بعد 5 سنين شايف نفسي بشتغل في المجال ده ولا لأ؟ لأن اختيار الكلية مش قرار 4 سنين بس، ده قرار ممكن يحدد شكل حياتك المهنية لعشرات السنين. ولو الفيديو ده أفادك اعمل لايك واشترك في القناة، واكتبلي في التعليقات لو مجموعك يجيب أي كلية في الصورة هتختار ايه وليه. وإن شاء الله الفيديو الجاي هيكون مهم جدا بالنسبة لك. Thank you for watching.